وصفة النهاردة على قد ما هي جميلة ولذيذة على قد ما هي سهلة جدا، مفيش أسهل منها. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين النهاردة مكرونة جارية أو مبكبكة أو مكرونة باللحمة بس مشطشطة وحكايتها حكاية، هتخلص معاكي في ثواني وتقدري تعملي منها عزومة ما حصلتش، سفرة كاملة متكاملة وفي حلة واحدة. وأظن إحنا كستات نحب قوي الموضوع ده. جبت لحمة أي قطعية أنت تحبيها، في كتير بيعمل القطعة كبيرة وصحيحة زي ما هي جميلة، ولكن أنا بفضل جدا الموضوع ده، هي إني أقطعها مكعبات صغنطوطة جدا، يعني يدوب كل حاجة كده تكون طالعة في المعلقة، ما نمدش إيدينا في أي حاجة. المعلقة يكون فيها المكرونة بقطع اللحمة، وكمان هتكون دايبة ومستوية جدا وشاربة من الصوص كويس قوي اللي احنا عملناه. شايفين الجمال؟ قطعتها كلها قطع صغنطوطة خالص، يعني أكبر من قطعات الشاورما، حاجة بسيطة قوي. أنا هنا مستمرة في التقطيع، ويا سلام لو كانت نص تتليجة هتكون سهلة معاكي قوي في التقطيع كده زي ما انت شايفة قدامي. خلاص خلصت، يلا جري. الوصفة دي بجد هتخلص معاكي أقولك 5 دقايق، تدخلي المطبخ تطلعي بسفرة طويلة عريضة. حلة سخنة على البوتاجاز حطيت فيها مادة دهنية، أنا هنا حطيت زيت، والحلة لازم تكون سخنة قوي علشان تدي للحمة صدمة وتقفل لي كل المسام. ونزلت بكمية اللحمة اللي عندي. طبعا اذا انتي مستعجله فانزلي بقطع اللحمه كبيره عادي خالص يا ستي، وما تتعبيش نفسك في تقطيع ولا اي حاجه. هبتدي ان انا ادي اللحمه تشويحه كويسه جدا، انا عايزاها تتحمر معايا ويكون لونها ذهبي كده، عارفين يعني تحمير بس على خفيف. في المرحله الاولى دي مش هضيف اكتر من شويه فلفل اسود وشويه بابريكا، انا مش عايزه بهارات كتير تضيع لي طعم المكرونه او تضيع لي طعم اللحمه، يعني عايزين حاجه بسيطه والطعم عندنا برضو يكون ظاهر وحلو. اكتفيت بفلفل اسود مع نص معلقه من البابريكا، وهستمر في التقليب يمين وشمال لحد ما تتشوح كويس قوي زي ما احنا شايفين كده. وعلشان ما تزهقوش استنيت لما دخلت في التحمير وهجيبها لكم. وكنت جهزت معايا هنا بصلايه كبيره مفرومه او 2 متوسطه، مع معلقتين من الصلصه، مع معلقه هريسه شطه ودي حسب الرغبه. كنت هنا عامله عصير طماطم طبعا متصفي ومجهزه كل حاجه. اثناء ما اللحمه اتشوحت جهزي كل حاجه، الوصفه هتخلص معاكي في ثواني. وسعت كده في النص ونزلت بالبصل المفروم. ما اقولكوش بقى على ريحه البصل المفروم لما بينزل مع اللحمه، الموضوع خلاص يعني ما بيبقاش تحت السيطره خالص. شايفين لون اللحمه هنا معايا بقى عامل ازاي؟ انا حابه اللون ده جدا. وفي المرحلة دي هبتدي اديها تشويحة كويسة جدا هي والبصل، بحيث برضو ان البصل لونه معايا يوصل للون الذهبي. وهنزل بمعلقتين من الصلصة الاول تاخد صدمة، ولو لون الطماطم عندك كويس تقدري تستغني عن الخطوة دي. وما اقولكوش بقى هريسة الشطة اللي احنا كنا عاملينها سوا زمان وحطيناها في الفريزر بتعمل ايه في الوصفة دي، يعني انا اعتقد انها لو مش متشطشطة مش هتبقى حلوة، لو فيها سنة حرارة كده هتبقى تحفة. ونزلت على طول بعصير الطماطم اللي انا كنت مصفياه، وشوية ملح وشوية سكر طبعا يعادل الحموضة زي ما أنا دايما بقولكوا. وهسيبها. في العادي اللحمة بتاخد معايا لما بتكون قطع كبيرة من ساعة وربع لساعة ونص، لكن دي قطع صغنطوطة جدا يعني مش هتاخد سوا، ممكن 3/4 ساعة تكون استوت معاكي. بس أنا يدوب نزلت بشوية ملح ونزلت بشوية سكر يعادل الحموضة، وهغطيها بقى تعيش حياتها وتاخد وتدي كده مع بعضها. هنا كانت خلاص اظن الشكل واضح، مادام تلاقي الزيت كده طالع على الوش اعرفي ان كل حاجه تمام. هبتدي ان انا ازود مقدار الميه اللي انا حباه، لان انا هنا هعمل كيسين مكرونه، وهبتدي ابهرها فلفل اسود شويه بابريكا شويه كمون، وطبعا نظبط الملح ونظبط الدنيا كده. ودوقيها لو محتاجه زودي، انا هنا زودت شويه ملح. وبوريكم اللحمه قد ايه دايبه يا جماعه وجميله، ويا دوب هنزل بالمكرونه بتاعتي طبعا بدون سلق، يعني دي حلاوه الوصفه، ولا سلق ولا حلل كتير ولا اي حاجه منها فيها. بس 5 دقايق وهتاكلي احلى مكرونه مبكبكه. ويلا بينا نغرف. اول ما تنزل من على البوتاجاز فورا تغرفيها وهي فيها الصوص بتاعها، عارفين لو استنيتي شويه الصوص ده هيختفي. فانا حبيت كده وهي سخنه وبتدخن اجوعكم وانزل لكم بالشكل التحفه الجميل ده. شايفين غرقانه صوص ازاي مع مكعبات لحمه تحفه،
الموضوع بجد بجد كان خطير، ما اقولكوش على الريحة، والجو اللي احنا فيه يحب قوي الاكلات الجميلة السخنة دي. سفرة طويلة عريضة ما خدتش مننا واقفة في المطبخ يعني 10 دقايق على بعض، والله أقل بكتير. أتمنى تجربوها، وأتمنى تبعتولي وصفاتكم على العام أو على الخاص. وشكرا شكرا لحبايبي وإخواتي وكل الآراء الجميلة اللي بتجيلي، وعلى الدعم وعلى التفاعل الكبير. بجد بجد أحلى إخوات في الدنيا. وإن شاء الله دايما على تواصل مع بعض. إيه رأيكم؟ بقول لكم بحبكم جدا، واستودعكم الله، واشوفكم في فيديو جديد على خير إن شاء الله. والسلام عليكم يا حبايبي.